لو عندك مفتاح التكييف عامله ورا السرير استحمل تنام في الشواية. لو حاطط فيشة التلفزيون جنب باب الشقة بتفرج على الماتشات من على الكرسي بتاع الجزار. الكهرباء مش لمبات وفيش، الكهرباء دي خريطة احتياجاتك على مدى الحياة. تعال اقول لك على شوية تريكات في الكهرباء هتخليك تشكرني كل ما تيجي تشحن تليفونك من غير مشترك. اول حاجة خط التكييف لازم يكون لوحده وما يبقاش مع باقي الفيش، يكون خط مستقل، يفضل يكون 4 مللي. في ناس بتحب تبقى في السيف سايد وتخليه في 6 مللي، مش غلط بس يعني تكلفة زيادة. ال 4 مللي كويس جدا للتكييف. رقم 2 اعمل فيشة انترنت في كل أوضة وما تخليش قعدتك لازق في الراوتر على طول. رقم 3 اعمل فيش يو اس بي في كل الأماكن بتاعة القعدة اللي أنت بتقعد فيها، بطل تدور على الشاحن. رقم 4 سلك محترم زائد قواطع لكل دايرة، يبقى كل حاجة ليها سلكها ومفتاحها. رقم 5 خط الغسالة والميكرويف يكون مستقل عشان الحاجتين دول بيحبوا الخصوصية شوية. رقم 6 ما تنساش تسيب مواسير فاضية لأي تعديلات بعد كده، لأن بعد التشطيب تبقى باتت ماتت، واي تعديل بعد كده هيكلف كتير. الخلاصة ان انت شيل فيش زيادة وما تشيلش الهم بعدين، وما تستخسرش في الكهرباء وترجع تقول ضاربني السلك، عشان السلك فعلا هيضرب.